ننتقل الآن إلى الحلقة 15 التي أذيعت يوم 24 يناير سنة 2010. قال كمال حيدري في الدقيقة 28 من الحلقة 15: يعني من تلك الأحاديث المبشرة به، ومن ذلك ما أخرجه مسلم. عجيب. التفتوا، بودي أن العبارة تخرج بل تقرب إلى الشاشة. ومن ذلك ما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وآخرون. ماذا أخرجوا؟ المهدي من عترتي من ولد فاطمة. والآن أنا بودي أن كل المشاهدين الأعزاء واقعا من مثقفين، من علماء، من ناس عاديين، فليرجعوا إلى ماذا؟ فليرجعوا إلى صحيح مسلم ليروا أن هذا النص موجود في صحيح مسلم، أو حذف ماذا؟ أو حذف هذا النص. هذه هي الأمانة العلمية. من ده يقول هذا الكلام؟ وأكد مرة أخرى، يقوله صاحب الصواعق المحرقة، يقول آخر: ومن ذلك ما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. قد يقول لنا قائل: هذا لعله اشتبه وقال مسلم، مخرج مسلم ماذا؟ لم يخرج. هسه ما في مشكل، نأتي إلى مصدر آخر. المصدر الآخر هو في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للعلامة علاء الدين علي المتقي ابن حسام الدين الهندي المتوفى سنة 975 من الهجرة. انظروا ماذا يقول في المجلد 14 من كتابه كنز العمال تحت الحديث 38662. نعم. عندنا وقت دكتور؟ إن شاء الله 5 دقائق تقريبا. جيد. في ذيل هذا الحديث 38662 قال: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. جيد. من الذي أخرج الحديث؟ يقول: الذي أخرج الحديث دال ميم عن أم سلمة. نعم. هذه دال ميم، هذه قد يقول لنا قائل: دال ميم يعني ماذا؟ انظروا ماذا يقول في الجزء الأول من كتابه من كنز العمال. يبين الرموز هناك في صفحة 5 من الكتاب، بودي أن تخرج على الشاشة، تخرج عن الشاشة. يقول: وسميته الجامع الصغير من حديث البشير النذير لأنه مقتضب من الكتاب الكبير الذي سميته جمع الجوامع، وقصدت فيه جميع الأحاديث النبوية بأسرها، وهذه رموزه: خاء للبخاري، ميم لمسلم، قاف لهما يعني لبخاري ومسلم، دال لأبي داود. أحسنت. وهنا ماذا يقول إذا اتضحت هذه الرموز؟ دال مين يقول؟ أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت. ماذا يوجد في النص؟ المهدي من عترتي من ولد فاطمة، بين قوسين دال يعني ماذا؟ أبي داود. ميم يعني ماذا؟ مسلم. يعني مسلم. كلاهما أخرج الحديث عن من؟ عن أم سلمة. خب سؤال، هذا من أين ده ينقل؟ هذا كيف ده ينقل من مسلم؟ من صحيح مسلم. يعني يمكن أن نقول بأنه الصواعق المحرقة اشتبهت. نعم. كنز العمال أيضا ماذا؟ اشتبهت. جيد جدا. للمشاهد الكريم مصدر ثالث، وهو من المصادر أيضا التي يعتمد عليها، وهو كتاب حجري قديم. أنا خشيت أنه أيضا تصرف صاير في هذه الكتب. هذا الكتاب كتاب، بودي أن تخرج على الشاشة، كتاب مشارق الأنوار في فوز أهل الاعتبار، تأليف العالم الشهير والعلامة النحرير الحبر الذي هو للفضائل حاوي الهمام الشيخ حسن العدوي الحمزاوي المالكي.
المتوفى سنة 1303 من الهجرة. هناك في صفحة، النسخة نسخة حجرية، في الصفحة 119 الفصل الثاني في المهدي وبيان أنه هل هو من ولد الحسن والحسين ومن أين يخرج وفي علامة خروجه وأنه يبايع مرتين. إن شاء الله بعد ذلك سيأتي نسبه. نعم. هل هو من ولد الحسن أو الحسين أو هو من ولد الحسين أو هو من ولد الحسن ماذا والحسين، بل هو من ولد الحسن والحسين والعباس، أي منهما سيأتي، لأنه هذا الخلاف موجود. هذا بحثنا إن شاء الله في النسب سيأتي. انظروا ما هي عبارته، التفتوا جيدا. يقول وهو، العبارة إذا أمكن إخراجها، وهو من ولد فاطمة باتفاق الجمهور، ففي مسلم، إذا هذا النص نقل صريح بعد، ففي مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وآخرين المهدي من عترة من ولد فاطمة. إذن في مسلم هذا الحديث كان موجودا. أيها الناس، أيها العلماء، أيها المثقفون، أيها المسلمون في جميع أنحاء العالم، انظروا إلى الأمانة العلمية. واقعا لا أعلق شيئا آخر، أنه اتفقت كلمة جملة من أعلام المسلمين على أنه في صحيح مسلم كان يوجد النص المهدي من عترتي من ولد فاطمة، ولكنه الآن صحيح مسلم الذي بأيدينا وطبعت منه طبعات لعله عشرات الطبعات ووزعت، هذا النص ماذا موجود أو محذوف؟ وكم له. وضعنا التسجيل كامل حتى لا ننتهي بالبتر. إخوان الكرام، كمال الحيدري بعد جهد وعناء فسر الماء بالماء. بعد جهد وعناء فسر الماء بالماء، ورد على ما ذكره كمال الحيدري من وجوه. أولا، أن كل من ابن حجر الهيثمي والمتقي الهندي وحسن العدوي متأخرين، وكلهم ليسوا من أهل الاختصاص في علم الحديث، فكلامهم مردود وليس حجة على أهل السنة والجماعة. ثانيا، أن الحسن العدوي كان ينقل حرفيا من كتاب الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي، لكن كمال الحيدري استدل به على أساس أنه مصدر ثالث، وهذه خيانة علمية. الغرض من هذه الخيانة العلمية هو التهويل. في كل الأحوال فالحسن العدوي ليس حجة في علم الحديث. ثالثا، أن كتاب كنز العمال للمتقي الهندي لا يمكن الاحتجاج به على أهل السنة والجماعة، لأنه ليس كتاب حديثي، بل هو كتاب فهارس.